يا مساء الخير يا جماعه. فيديو النهارده عن موبايل من شركه نوكيا. نوكيا بقالها فتره طويله مش بنشوفها في السوق، ولكن رجعت لنا بحرفيا تحفه فنيه في السعر، وهو النوكيا 8.1. الموبايل ده انا جربته من حوالي 3 شهور او شهرين ونص في دبي، عارف الاطلاق الرسمي بتاعه في الشرق الاوسط. الموبايل ده عجبني جدا، في امكانيات حلوه جدا. خليني افتح العلبه. انا بصراحه متحمس جدا فتح العلبه، انا بتحمس جدا لحاجات تافهه جدا من ضمنها العلب الموبايلات، مش عارف ليه. النوكيا 8.1 سلام، بحب الحاجات دي جدا. تصميم بصراحه جذاب جدا، لا يمكن تقول على التصميم ده ب 6000 جنيه. في عيوب كتير في الموبايل ده هنتكلم عنها دلوقتي، ولكن الميزه الاقوى والسيلينج بوينت الاقوى في الموبايل ده هو ده، هو التصميم. ازاز في معدن اول اراوند، تصميم خرافي. نبدا نفتح الموبايل كده لاول مره. اندرويد 1 تشيكينج فور ابديتس. على ذكر ابديتس هنا، فبما ان عندك اندرويد ال1 من جوجل دايركتلي، فانت هنا بيجي لك ابديتس سكيورتي شهريا، وابديتس عامه اندرويد باي بقى، اندرويد اللي بعد الباي، كل الحاجات اللي هيجي لك ابديتس لمده 2 ل3 سنين من جوجل على طول. نوكيا مالهمش دعوه، الابديتس دي جايه من جوجل، فدي حاجه ممتازه بصراحه. في نوتيفيكيشنز بجنب النوتش، ما شفناهاش في ولا موبايل. نوتيفيكيشنز جنب النوتش، يا فرج الله. بص، نوتيفيكيشنز جنب النوتش. الموبايل ده مسكته قبل كده مده اسبوع في الاعلان الرسمي بتاعه، ومسكته بعديها فتره قصيره، ولكن الانبوكسنج الرسمي، العاده الرسميه بتنزل دلوقتي. فالموبايل ده انا اوريدي قعدت معاه فتره، واقدر اقول لكم رايي فيه كده سريعا. بصراحه حجم النوتش هنا كبير قوي، وبيفكرني بالموبايلات القديمه نسبيا اللي كانت بنوتش. يعني النوتش دي خلصت من ايام الشاومي ريدمي نوت 6 برو اللي نزل من فتره طويله جدا، ودلوقتي اتبدل موبايلات نوت 7 وحاجات تانية نازله قريب. فاللي هو حجم النوتش دي كبير بصراحه، مش حجم الصغير، ولكن النوتيفيكيشنز باينه، فدي برضو حاجه مش وحشه. من الحاجات المميزه في النوكيا 8.1 هي الكاميرا، وزي ما اتكلمت في اول الفيديو، هو كاميرتين خلفيتين، كاميرا 12 ميجا بكسل وكاميرا 13 ميجا بكسل، والكاميرا اماميه 20 ميجا بكسل. خلينا نفتح ابلكيشن الكاميرا وناخد كذا تيست كده. ده مثلا تيست عادي جدا. فتحت ابلكيشن الكاميرا، تعالى نصور صوره كده. اوه، نايس ديتيلز جدا. يعني الشعر مثلا كل ديتيلز موجوده. هو في اوفر شاربنينج شويه، تحس ان الشعر او تحس ان الحاجات معمول في واحد شد الشارب من السكيل الاخر. بس الحلو بقى في النوكيا هنا اللي انت عندك برو مود. خلينا نجرب نصور سيلفي تانية كده بزاويه مختلفه جدا. في ديتيلز برضه حلوه. في برضه مشكله الاوفر شاربنينج، بس اقل سنه لما الاضاءه تكون اقل، الاوفر شاربنينج بيكون اقل. الوان الصوره برضو مش وحشه تماما. هو احنا برضو عاملين هنا جو الوان بيربل على اصفر على حاجات، فده البيست كيس سيناريو والاضاءات دي. انا فاكر لما قررت الكاميرا دي في اضاءه قليله كانتش احسن اضاءه عامه. خلينا اروح اتصور سيلفي في اضاءه قليله كده واجي لكم تاني. 3 weeks later. رحت صور سيلفي في الطرقه. سيلفي عامه مش وحشه، يعني لطيفه. الوان الصوره طبعا في الاضاءه القليله بتقل كتير، ولكن الكاميرا عامه اماميه مش وحشه تماما بالنسبه للمنافسه. خلينا نروح للكاميرا الخلفيه، وعندنا هنا كام حاجه ممكن نصورها. الوان الكاميرا الخلفيه لطيفه، ساتيوريتد سنه زياده عن اللزوم، مش طبيعيه قوي، ولكن لطيفه. خلينا نجرب نتصور بني ادم. الكرسي اللي قاعد عليه شاهد فضيحه يوسف عاطف حرفيا. كرسي قهوه حرفيا. ان شاء الله يا جماعه هنابجريد الكرسي ده قريب، ولكن الوان الصوره على فكره الوان ممتازه. خلينا نتكلم عن كام حاجه سريعه قبل ما نروح للعيوب بتاعه الموبايل ده. واول حاجه هنا هو المعالج بتاع الموبايل ده، معالج سناب دراجون 710، معالج ممتاز بكل المقاييس، مفيش مشكله عليه، وبيشغل ببجي ميديم سيتنجز ولطيف وكل حاجه. ولكن في فئه السعر 6100 جنيه انت ممكن تزود 300 جنيه زياده، والرقم ده اعتقد اللي هو مش كبير بالنسبه لشخص هيدفع 6100 جنيه. اذا هو يدفع 6400 ويروح للبوكو فون اللي هو هيكون فيه معالج سناب دراجون 845 قوي جدا، هيكون احسن من 710 كاداء. وفي نفس الوقت بالرغم ان الكاميرات هنا خرافيه معموله عن طريق زايس، والوانها ممكن تكون الافضل اللي انا شفتها على نظام اندرويد، ولكن برضو جوده الصوره نفسها كميجا بيكسلز وكحلاوه صوره انا اقدر اديها البوكو فون او الشاومي مي 2 عن نوكيا. طب الموبايل ده ب 6000 جنيه موجه لمين؟ اقدر اقول موجه ده لشخص بيعشق تصميم نوكيا. الموبايل ده كتصميم خرافي، مفيش تصميم تحفه كده. الموبايل ده وانت ماسكه في ايدك انت حرفيا ماسك ازاز ومعدن من كل حته، ملمس خرافي،
تصميم خرافي، ولكن خلينا واقعيين ده مش افضل اداء او افضل كاميرات او افضل عتاد موبايل كامكانيات داخليه فئه سعره. لا، في منافسين كتير بيقدموا امكانيات افضل، ولكن من نظام اندرويد 1 السوفت وير سموث جدا ممكن يخلي التجربه دي تجربه سلسه جدا. انا لو قدامي اختار ما بين الشاومي مي 2 او الموبايل ده، لو ديزاين هختار الموبايل ده، لكن لو عايز اوفر شويه في السعر هختار شاومي 2. ولو قدامي الموبايل ده او البوكو فون بصراحه هزود شويه واجيب بوكو فون عشان انا بتاع امكانيات اكتر من ديزاين، ولكن ده لو انت شخص حابب ديزاين هيكون هو ده موبايلك اللي مفيش غيره موجود في السوق. دي كانت مراجعه سريعه كده عشان انا جربت الموبايل ده قبل كده، فكنت بقى لسه هنصور واكتب سكريبت، انا عارف الموبايل ده كويس وحافظه كويس، فعشان كده عملت فيديو سريع. اتمنى الفيديو يكون عاجبكم، اتمنى الستايل ده يكون عاجبكم، ممكن نكمل عليه لو تحبوا. ولو مش حابين الستايل ده وحابين هندخل بقى ان دبث تفاصيل التفاصيل في الموبايل ده، قولوا في كومنتس تحت وان شاء الله هنعمل كده. عموما شكرا شفت الفيديو واشوفكم في الفيديو اللي جاي.